يا جماعه عاملين ايه؟ يا رب تكونوا مليون الف خير. صباح الخير، مساء الخير، على حسب توقيت انتوا بتشوفوني فيه. بسرعه كده عشان ما عنديش وقت، عندي قدامي 5 دقايق او اقل. نكسبت الهدوم المتعلقه كمان. حاليا انتوا معايا على الارض. دلوقتي رحت مكتبه اسكندريه، معرض مكتبه اسكندريه. هو من يوم 6 ليوم يوم 20 من لغايه 10 بالليل، يعني المفروض من 2 ل 10 تقريبا. مش عارفه كام هحط لكم هنا المواعيد دونت وري، لكن نعمل انبوكسنج سريع من الحاجات اللي انا جبتها. بص، في كتب وحاجات كده، لكن انا ما رحتش اجيب كتب بصراحه. انا اروح جبت العاب عشان بحب اللي هو اجيب العاب نعمل فاميلي تايم مع بعض. لو في دوشه في المروحه فنراعي بعض هنا، ماشي؟ اكنكم فيديو كول بتكلم معاكم. اوكي، اول حاجه هوريكم علي مستواي. هو انا جبت 4 حاجات. اول حاجه سكرول، لو لسه الناس مش عارفينها، هي سكرول من احلى الالعاب، وبيكون وانا بصراحه بعرف العبها كويس وبحبها يعني. فهي كان عندنا دي، كان عندنا كمان واحده، اللي كان الاثنين ضاعوا فجبت واحده ثالثه. فيعني حصل خير. دي كانت ب 90 جنيه، لكن هي تحفه. هي مش يعني مش كل الورق، مش كل ده، هو جاست استنوا نشوف مع بعض الحته دي. استنوا، امال هاخد يعني دول الكروت، ودي كلها ما فيش حاجه تحتيها، جاست كروت. لكن هم بجد اللعبه دي انا بعشقها وبكسب فيها، فعشان كده بجيبها. بقول بعيد الكلام دونت وري. عندنا في برضه بلاي كاردز تانية اسمها معلش احنا بنحور. المفروض يعني ان هو يعني بصي، كل كارت فيه اولا هي ب 55 جنيه. ثانيا هو مكتوب الانستركشنز عليه من ورا. كل فيه كارت صوره جامده هتعجبك. هتقسموا نفسكم فريقين، كل دور بتختاروا واحد منكم يشرح الصوره للفريق التاني في دقيقه واحده بس. والفريق اللي بتشرح الصوره يقدر يسال اي عدد من الاسئله خلال دقيقه. الشخص اللي بيشرح بقى عنده حريه ان هو يشرح مش عارفه ايه. هكتب لكم البتاع ده، لكن هي بس عشان عليها السعر. انا قلت لكم دي 90، دي ب 55. عندنا ايه تاني؟ عندنا نعلي بقى في كويس. جبت ده نيك بتاع اللي هو الفوكس، اللي هو حاجات اللي هي دايموندز ان هي تقعدوا تعملوها. دي كان ب 80 جنيه. بجد حلوه موت، بجد حلوه موت. انا مبسوطه، كنت عايزه اجربها من زمان. اكتر حاجه بقى والغرض الاساسي ان انا رحت بيه، رحت عشانه اللي هو مكتبه اسكندريه، يعني ده الغرض الاساسي اللي رحت له. بلس اسمه ايه ده، كل الحاجات دي في جناح الطفل. معلش يا جماعه انا طفله، لكن يعني بحب الالعاب بجد جدا. بحس ان هي بتعمل كواليتي تايم حلوه جدا. في العموم الحاجه اللي هو بجد انا شفتها على امازون، شفتها على نون، ما لقيتهمش، ما كانش موجودين غير في امريكا، ان هي توصل لامريكا. كان اقل حاجه ب 19 دولار، فيعني الموضوع كان تو اكسبنسيف. لكن دي بجد لما لقيتها، انا قعدت مثلا اسبوعين بدور عليهم، فجاه طلعت لي في معرض الكتاب. هي دي لقيتها في مكتبه مدبولي، مكتوبه موجوده هي في مكتبه مدبولي. وعصير الكتب، لكن عصير الكتب بتكون اغلى، ف I think 300 وشويه، لكن مكتبه مدبولي ب 250. هنا اللي هو المزاد الاخر، القضيه رقم 03. هي عباره عن كده ملف، واستنى ممكن نفتحها مع بعض بالراحه. ماشي اهو، بصوا ده ملف القضيه. بصوا هنا اهو ملف القضيه بقى، ملف قضيه، حل القضيه، الادله والالغاز والاحظار، ورق احراز ماشي، المشتبه بهم، وقواعد اللعبه. قواعد اللعبه دي اكيد اول حاجه نراها. هلعبها مع اخواتي وبعدين اقول لكم اللعبه لسه بتاعتها طريقه لعبها في فيديو تاني دونت وري. لكن هي بجد هي الباكجينج يعني كمان الكواليتي حلوه. الواحد ب 250. المعرض هيفضل لغايه يوم 20 فالحق بس. وده كان اخر فيديو بتاعنا، ويا رب تكونوا انبسطتوا، واشوفكم فيديو جديد. سلام.